بص، عشان تبقى مدرس شاطر مش الموضوع مش بس مقتصر على الماده العلميه اللي انت بتدرسها او اللغه اللي انت بتدرسها. اذا كانت بقى رياضه، كيمياء، فيزياء، احياء، جيولوجيا، اي ماده. الموضوع مش بس مقتصر على قد ايه انت شاطر فيها. ممكن تبقى شاطر جدا، مفيش منك، بس انت شخصيتك رخمه، بارد، رزل، يعني مش حد هيحبك. لازم الستودنتس بتوعك يبقوا متعلقين بيك. ممكن على فكره تلاقي مدرس مش شاطر قوي زيك، انت شايف انت مدرس شاطر جدا، في واحد تاني مش شاطر زيك، بس سبحان الله عنده ستودنتس كتير جدا، الطلبه بيحبوه جدا. ليه؟ ان هو بيسوشيالايز، بيخش في حياتهم الاجتماعيه، بيهزر معاهم، باباكي ايه، مامتك ايه، باباك ايه، مامتك ايه، شغالين ايه، محتاج ايه، يبدا يسمعهم، لما يحتاجوه يلاقيهم، لما يحتاجوه يلاقوه، مش يلاقيهم. ايه اللي انا بقوله ده؟ فاهم؟ فانت لازم تقرب من الستودنتس بتاعك، الستودنتس بتوعك او الستودنت بتاعك. يا عم بقى خليك بقى حبهم وحبوا بعض كده، خلوش يخاف منك، غير انه يخاف انه يزعلك، لكن يخاف منك اعمل لك الواجب وهو خايف، الاساينمنتس بتاعتك. بص، في رعب، بلاش الرعب ده، خلي فيه علاقه حلوه، علاقه وديه. وطبعا لازم تعاقب، يعني مش بقول ده انك ما تعاقبهمش، لا عاقب، لازم تعاقب طبعا، لازم تزعل منهم، لو عملوا حاجه غلط تزعل منهم وتتضايق منهم وتعاقبهم وكل حاجه. بس اهم حاجه ان يكون في انتمسي كده، فاهم؟ في ود كده ومحبه وحاجات حلوه كده عشان يحبوك وعشان يسمعوا كلامك وتكون قدوه ليهم. مبقاش انت بتعمل حاجات كتير غلط وسيئه وتقول هم برضه هياخدوا منك الغلط والحاجات الوحشه، هقول له المدرس بتاعي بيعمل كده. لازم قبل الماده العلميه لازم كمان تبقى مربي شاطر كويس، بتعمل حاجات كويسه ياخدوها منك، تكون قدوه حسنه ليهم. بس كده، سلام.